السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اهلا بيكم في فيديو جديد، وصفة جديدة. فيديو النهاردة باذن الله هشارككم طريقتي في عمل الفراخ البلدي الامهات. هقول لكم ازاي تعملوها بطريقة جميلة جدا تطلعوا منها اجمل شوربة، وكمان ازاي تستغلوا الشوربة بتاعتها في حاجات جميلة جدا او وصفات حلوة قوي، وازاي كمان تطلعوا الفراخ لونها جميل جدا كده بالطريقة دي. هقول لكم كمان على حشوة جميلة جدا تقدروا تستخدموها في الفراخ البلدي او البط. طريقة ان شاء الله يا بنات جميلة جدا هتعجبكم قوي. تعالوا بينا نبدأ الفيديو ونشوف المكونات وطريقة التحضير. بس حابة اطلب منكم قبل ما نبدأ الفيديو، لو انت اول مرة بتشوفوني بتمنى منكم تشتركوا معايا في القناة، هكون مبسوطة جدا بوجودكم معايا. وطبعا ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو ده، ويلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول ونبدأ في المكونات وطريقة التحضير. اول حاجه طبعا ببدا بتحضير الفرخه الاول. طبعا نضفتها كويس واتغسلت بطحينه ودقيق، وعملت لها محلول النقع بتاعها. وطبعا كلنا شاطرين في حاجه زي دي. الفرخه بتاعتي زي ما قلت لكم فرخه امهات، يعني سنها بيكون كبير شويه. والطريقه ان شاء الله اللي هعملها معاكم بيها هي هتكون مناسبه جدا لسنها. تعالوا بينا نبدا الاول في الحشوه بتاعتها. هنا معايا تقريبا 3 بصلات متقطعين مكعبات او مقطعهم ناعم. معايا كمان كبد وقوانص مقطعهم برضو قطع صغيرة. ممكن تستبدلوا الكبد والقوانص بلحمة مفرومة، بس الكبد والقوانص في حشوة الفراخ بيكون كده طعمها جميل جدا. معايا بقى البهارات بتاعتي، معايا كمون وفلفل اسود ومعايا بابريكا، معايا توم باودر وبصل باودر وقرفة ناعمة، ومعايا كمان ربع معلقة صغيرة من بهارات الفراخ. كل حاجة معايا منها ربع معلقة صغيرة او نص معلقة. في طاسة على النار بجيب كده احط فيها مقدار من الزيت. طبعا مش كتير، يعني من 3 معالق ل 4 معالق كده من الزيت او السمنة على حسب المادة الدهنية اللي انت بتستخدميها. اول حاجة بعملها ان انا ببدأ انزل الفراخ القطع الكبد والقوانص، او اللحمة المفرومة برضو على حسب اللي انت هتستخدميه. وابدأ ان انا اشوحها كده الاول مع الزيت على نار عالية. الحركة دي طبعا بعمل صدمة للفراخ، بعمل صدمة اسفل للكبد والقوانص علشان تحبس السوائل جواها. بعد كده هبتدي اضيف البصل، وهبدأ طبعا اقلبه كده لحد برضو ما يندمج مع الكبد ويبدأ ان هو كده يطرى معايا شوية. بعد كده هبتدي اضيف بقى البهارات وهظبط الملح بتاعها. وطبعا في المرحلة دي حابين تضيفوا كده اختياري نص قرن من الفلفل الاخضر كده مقطعاه مكعبات، هيخلي برضو طعم الحشوة جميل جدا. عامة اي فلفل بنضيفه مع اي حشوة او لحمة مفرومة بيخلي طعم الحشوة جميل، او العصاج جميل يعني. هضيف بعد كده معلقة كبيرة من دبس الرمان، ممكن نستبدلها بصويا صوص، وهقلبها. المعلقة دي برضو بتفرق جدا في طعم الحشوة، هتخلي طعمها جميل قوي لو انتوا جربتوها بالطريقة دي. هقلبها لحد ما اقلب بقى المكونات كلها مع بعضها، وبعد كده هضيف عليها نص كوباية من المية، وهغطي عليها بقى واسيبها كده شويه مع بعضها لحد ما البصل يتشرب بقى شويه الميه دول، علشان يعني اضمن ان هو كده استوى شويه. وطبعا باقي التسويه بتاعت الكبد مع البصل هيستوي طبعا وهو في الحشوه وفي الفرخه. هغطي عليها لحد بقى ما يتشرب الميه كله واتاكد ان هو خلاص بقى تمام معايا كده. على طول بقى هاخده علشان اروح بقى احشي الفرخه زي ما قلت لكم. الحشوه دي يا بنات طعمها جميل جدا، يعني جربوها وان شاء الله تعجبكم قوي. طبعا جبت الفرخه بقى وهبتدي ان انا احشي الفرخه. زي ما قلت لكم كميه الحشوه اللي معايا على حسب حجم الفرخه. يعني لو الفرخه حجمها كبير شويه بتبداي تكتري الحشوه. لو حاسه ان هي حجمها صغير بتبداي تقللي طبعا، يعني بالنظر كده بتبداي تعملي كميه الحشوه على قد الفرخه اللي معاكي. انا هبتدي اضيف كده، وزي ما انتم شايفين اللهم بارك كميه الحشوه اللي معايا يا دوبك كفت الفرخه بالظبط، يعني محتاجتش ولا اتبقى مني اي حاجه خالص. دلوقتي بقى هبتدي ان انا اقفل بقى الفرخه بتاعتي بخله الاسنان بالشكل ده اللي هي الاعواد الخشبيه. او بتبداي ان انت تخيطيها برضو على حسب ما انت عايزه. هبتدي اقفلها بقى من اي فتحه كده موجوده في الفرخه. عند الزور كمان ببتدي ان انا اقفلها كويس. طبعا نتاكد ان احنا قفلناها كويس جدا وميبقاش فيها اي حاجه خالص باينه، علشان طبعا ما تنزلش من الحشوه دي وهي في الشوربه. والشوربه بتاعتنا طبعا تغمق مننا. هضم بقى الرجلتين كده على بعض علشان كده تكون شكلها كويس قوي واحنا حاطينها كده في الشوربه. عملتها كده في الاول بالورق الفويل، بس بعد كده طبعا حسيت ان هو هيتفك وهي في الشوربه، فبدات ان انا اشيله وحطيت كده خيط عليها وخلاص. هاجي بقى للتسويه بتاعتها. جبت كده حله على النار، حطيت معلقه زيت ونص معلقه كده من السمنه، وقطعت بصله مكعبات صغيره وحطيتها بالشكل ده. وهبتدي بقى احط عليها البهارات. وطبعا الفرخه طبعا بنشوحها وهي في البصل. دي خطوه التشويح. الفراخ عموما اي فراخ بتشوحيها مع البصل بالطريقه دي بتدي لها كده نكهه جميله جدا. بتحطي بقى المطيبات بتاعتك، حطيت هنا ورق لوري وحبهان وبهارات فراخ وبس كده. مش هحط بهارات اكتر من كده علشان الفرخه طبعا ما تغمق الشوربه ما تغمقش معانا.
وابتدي اقلب الفرخه مره واتنين وتلاته كده من جميع الجهات لحد ما تتشرب التوابل وتتشوح كويس كده وتتشمع بالطريقه دي. هحط بعد كده جزر، الجزر كمان بيخلي طعم الشوربه جميل جدا. وبس كده هزود بقى ميه مغليه او ميه عاديه لحد ما اغطي الفرخه. وبعد كده هضيف بصلايه وطماطميه وخلاص على كده هبتدي بقى اغطي الفرخه. وهسيبها بقى لحد ما تغلي معانا او تستوي على حسب طبعا سن الفرخه زي ما قلت لكم. هي طبعا علشان زي ما قلت لكم سنها كبير شويه هبتدي احط كده معاها معلقه من السكر علشان يساعد ان هي تستوي بسرعه معانا. هي اخدت معايا تقريبا من ساعه ونص لساعتين في التسويه علشان قلت لكم هي كبيره. ومن وقت للتاني طبعا ببتدي ان انا اقلبها علشان تستوي من جميع الجهات. اول ما بتخرج معايا بقى على طول كده السر بقى بتاع اللون الجميل بتاعها اللي احنا شفناه في اول الفيديو، معلقه من الزبده ببتدي ان انا اسيحها وابدا ان انا ادهن بيها الفرخه من جميع الجهات. وفي الوقت ده بكون فاتحه الفرن على الشوايه علشان يسخن وابتدي ان انا احط الفرخه لحد ما تاخد اللون الجميل وبعد كده بنخرجها وبتقدموها بالف هنا وعافيه. شايفين بقى الجمال ده؟ فرخه جميله جدا تشرفك قدام اي حد. الشوربه بتاعتها كمان دسمه جدا وجميله قوي قوي. انا هنا حبيت اقدمها لكم وهي بنسبه الدسم اللي فيها علشان تشوفوا قد ايه الفرخه ما شاء الله مطلعه لنا خير جميل جدا. الشوربه بقى دي تقدروا تحتفظوا بيها في الفريزر، تحطوها كده في اكياس وتعينوها في الفريزر تستخدموها بقى في المحشي او في الملوخيه. ممكن كمان بنعمل بيها القلقاس الاخضر، بتبقى جميله جدا. كميه الشوربه زي ما قلت لكم بتكون كتيره جدا معايا، فببتدي ان انا احطها كده في اكياس ثلاجه وبعدين في الفريزر استخدمها بقى لاي وصفه من الوصفات اللي قلت لكم عليها. وبتكون جميله جدا، طعم الشوربه حلو قوي، الفرخه كمان حشوتها جميله جدا. جربوا الطريقه وربنا يحسن ما بين ايديكم. انا كده الفيديو بتاعي بيكون خلص، يا رب يكون عجبكم، يا رب اكون قدرت افيدكم باي حاجه من الفيديو ده. لو انت بقى وصلت معايا لحد النقطه دي من الفيديو ولسه اول مره بتشوفيني بتمنى تشتركي معايا في القناه، هكون مبسوطه جدا بوجودك معايا. وطبعا بشكر الجميله اللي كملت معايا الفيديو للنهايه. وبس كده اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديوهات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.